في فيديو النهارده اعلمك ازاي تعمل صورة رمضان وبطريقة سهلة جدا. طبعا يا صاحبي انا عارف ان انا متأخر على القناة، بقالي فترة ما نزلتش فلاتر وكده، بس قلت انزل شرح رمضان وبعدين انزل لكم مجموعة فلاتر. قبل اي حاجة كده كل سنة وانتم طيبين جميعا وربنا يعود علينا الايام دي بخير. انا اعلمك ازاي تعمل الصورة وبطريقة سهلة، والفيديو بتاعنا مش هيعدي ال3 دقايق حرفيا. كل اللي انا عايزه منك لو انت لسه اول مرة تتابعني، فانا اسمي احمد محمد، بقدم لك محتوى الفلاتر، بقدم لك محتوى الايديت اللي هو التعديل على الصور وكده. لو انت مش مشترك في القناة اتاكد ان انت مشترك في القناة، ولو انت طبعا متابعني من زمان اعمل لايك للفيديو ده ويلا بينا على الشرح. طبعا يا صاحبي البرنامج والملحقات اللي انا استخدمهم في الشرح بتاع النهارده هتلاقي اللينك بتاعهم في اول تعليق او اللينك اللي في الوصف. طيب بعد ما تحملهم يا صاحبي هتعمل ايه؟ كل اللي عليك هتدخل على البرنامج اول حاجه كده اللي بيحول الصوره بتاعتنا لكرتون. طبعا البرنامج دوت انا سايب لك النسخه المعدله، هتلاقيها في البايو عندي او في اول تعليق. طيب كل اللي عليك اول ما تدخل على البرنامج كده يا صاحبي زي ما انت شايف هتختار الصوره الكرتون اللي هو الشخص ده كده، وبعدين تختار الصوره بتاعتك، وبعد كده يا صاحبي هتضغط على السهم ده زي ما انت شايف كده، هيقول لك استنى كام ثانيه كده على ما يعمل الصوره. حرفيا هو مش بيتاخر اصلا، زي ما انت شايف كده عمل لي الصوره ودي النتيجه. كل اللي عليك هتدخل على الصوره وتحفظها، بس انا كنت عاملها قبل كده عشان ما اطولش الشرح وادخل واحفظها والحوار ده. كل اللي عليا اخرج وندخل على البرنامج التاني. هتعمل ايه على البرنامج التاني؟ البرنامج التاني اسمه بوكس ارت، ولو انت عايز برضو النسخه اللي انا بستخدمها هتلاقيني سايبها لك في الوصف او في اول تعليق. هتلاقيني سايب لك يعني ملحقات كتير قوي، ملحقات كتير قوي رمضان، فانا اشرح لك على ملحق واحد وانت اعمل كل اللي انا بعمله ده على الملحق اللي يعجبك. تمام كده؟ تمام. طيب كل اللي عليك كده هتختار ملحق لصورة رمضان، وليكن مثلا الملحق ده كده. طبعا يا صاحبي الملحق ده اللي مشهور اصلا وكلها نفسها تعمل صورتها على الملحق ده. كل اللي عليك هتضغط على كلمة اضافة صورة زي ما انت شايف كده، وتضيف الصورة اللي احنا حولناها لكرتون. تمام، تضيفها. بعد ما تضيفها يا صاحبي زي ما انت شايف هتضغط على كلمة اضافة وتضغط على علامة ممحاة وتختار شخص اول واحدة. هتلاقي مسح لك الفراغ بتاع الصورة زي ما انت شايف كده. كل اللي عليك هتبدا تضغط على علامه الصح وبعدين تظبطها على الجسم. هنا تبدا تظبطها على الجسم زي ما انت شايف كده، اللي انت يعني انت تظبطها كده بدماغك. بعد كده تضغط على علامه ممحاه تاني يا صاحبي وتبدا تمسح الزيادات زي ما انت شايف، وبعد ما تخلصها وتظبطها هتلاقي النتيجه حرفيا جامده معاك، وطبعا مش محتاجه اي فلاتر. يعني زي ما انت شايف كده انا عملتها معاك على السريع، انا شايف ان هي كده ظبطت اصلا من غير اي حاجه. وطبعا ده كان شرح النهارده، شرح سهل جدا للناس اللي ما كانتش عارفه تستخدم البرامج او تحول صورتها لكرتون او تعمل دمج للصوره وبس كده. فلو انتوا عايزين شرح للبنات وكده انا بفكر انزل لهم شرح، لان كنت منزله على التيك توك عندي بس ما نزلش على اليوتيوب. فلو انت صاحبي مش متابعنا على الانستا، انا بمناسبه رمضان عامل مسابقه على الانستا فانضم ليها، يعني ممكن تكسب معانا جيف اواي لرمضان اي حاجه. ما تنساش بقى صاحبي لو استفدت معايا تعمل لايك للفيديو دوت، ولو انت جديد تشترك في القناه. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.